نينوى صاحب الملابس البيضاء الكاملة، وغازي الشمال صاحب الملابس الحمراء الكاملة. هذا هو الطاقم التحكيمي لمواجهة هذا اليوم، المؤلف من الحكام آرام سمير حكم أول، يهدين شكري حكم ثالث، وفاروق حسام الدين حكما ثالثا لهذه المباراة. وعمال نينوى سادة الأحبة اللي حقق الفوز يوم أمس في أولى مبارياتها على حساب نفط الشمال ب59 مقابل 55 نقطة. أما غازي الشمال صاحب الملابس الحمراء فقد تعرض إلى الخسارة في أول المشوار أمام الدفاع الجوي ب98 نقطة مقابل 67. إذن كرة البداية لهذه المباراة نتمنى أن نشاهد أداء مميزا ورفيعا يرتقي إلى مستوى مرة، وبالتالي يسعى من خلال بوابة غازي الشمال إلى تحقيق نتيجة إيجابية أخرى تكون على حساب نادي غازي الشمال. أيضا غازي الشمال والبداية في هذه اللحظات محاولة من تحت السلة التوغل عن طريق راشد خضير، تمرر تصل من جديد إلى أيوب صادق، محاولة قد تكون النقطتين الأولى والصراع يستمر. راشد خضير عمال نينوى ينتقل بالكرة، يمرر تمريرة طويلة إلى جهة اليمين، تعود من جديد إلى حمزة محمد. حمزة يحاول اللاعب الآخر مصطفى عقيل من تحت السلة، وأولى النقطتين قد تكون، ولكن تصدي ريباوند رائع وجميل من قبل لاعبي غازي الشمال، والتوغل أيضا الحاضر الآن عن طريق محمد عبد الجبار 33 السنة في هذه المباراة. وعمال نينوى يحاول فريق النادي نينوى حمزة محمد يمرر الكرة إلى الجهة البعيدة، تصل إلى حمزة محمد من جديد أحمد جمعة، وبالتالي نقطتين نعم هي أولى النقاط في هذه المباراة لمصلحة عمال نينوى عن طريق هذا اللاعب حمزة محمد. من جديد محمد عبد الجبار غازي الشمال، تمريرة إلى جهة اليسار تصل إلى أيوب الصادق اللاعب القادم من نادي الخطوط. حمزة محمد عمال النينوى يحاول أن يفرض إيقاعه رغم أنه يتواجد للمرة الأولى كما ذكرنا لكم في الدوري السلوي الممتاز دوري المحترفين، ولكن يحاول أن يثبت الجدارة. من جديد عبيدة سامي 22 سنة، محاولة لم تكتمل اللقطة، وبالتالي ارتداد سريع. راشد خضير ونقطتين 2 بوينت جديدة لمصلحة هذا اللاعب راشد خضير، وأولى النقاط لمصلحة هذا اللاعب. التعادل بنقطتين في الكوارتر الأول، الشوط الأول من هذه المباراة. من تحت السلة الله عليك، حركة لعب جميلة عن طريق هذا اللاعب مصطفى عقيل، وبالتالي يحرز نقطتين جديدة لمصلحة فريق عمان نينوى، وقد تكون الثلاثية لم تفلح الثلاثية والثنائية أيضا، ونقطتين جديدة ويعود التعادل من جديد ما بين الفريقين 4 مقابل 4 في هذه المباراة. 4 نقاط أحرزن هذا اللاعب راشد خضير، يبدو أنه أحد اللاعبين المؤثرين والمميزين. فاست بريك سريع لمصلحة غازي الشمال من تحت السلة، ونقطتين ضاعت وعدت، ولكن أخيرا سجلت عن طريق محمد عبد الجبار القادم من نادي بيشمركة، وسبق أن مثل منتخب شباب العراق. محمد عبد الجبار نشاهد الآن في الصورة 33 سنة، متر 89 طول هذا اللاعب، وبالتالي كانت هذه المحاولة، ولكن الريباوند الرائع والجميل عن طريق محمد عبد الجبار، ويحصل أيضا على خطأ فاول شوت لمصلحة هذا اللاعب، يتمكن من إضافة نقطة جديدة ليصبح رصيد غازي الشمال في هذه المواجهة 5 نقاط أو 7 نقاط مقابل 4 لعمال نينوى. تمرير تعود إلى الخلف، عبيدة سامي توغل عن طريق أحمد جمعة ونقطتين، وهناك أيضا خطأ لمصلحة هذا اللاعب أحمد جمعة 32
سنة، وبالتالي يطمح هذا الفريق إلى مواصلة المشوار. وغازي الشمال الحاضر دائما في جميع البطولات، تقدم مستويات رائعة في المواسم السابقة، وكان ند بالتأكيد قوي لجميع الفرق، وينتظر أن يحقق النتائج ابتداء من هذا الموسم. أحمد جمعة فاول شوت رمية واحدة، وبالتالي يخفق في التنفيذ، والكرة والحيازة تعود لمصلحة نادي غاز الشمال. فواز فاضل مدرب عمال نينوى. وأيضا في الجهة المقابلة يتواجد الكابتن حسين طلال 49 سنة، المدرب اللي سبق وأن لعب لنادي الكهرباء والصليخ، والآن يتواجد مع غاز الشمال، والثلاثية التي لم تكتمل في هذه اللقطة الماضية، وتعود الحيازة من جديد لمصلحة الفريق الأبيض. تمرر حسين زهير، محاولة في الجهة القريبة البحث عن الثلاثية. حسين زهير يعود من جديد، يدور الكرة إلى الجهة البعيدة. أحمد جمعة من تحت السلة راجع إلى الخلف. حمزة محمد يحاول المرور، ونقطتين جميلة، نعم نقطتين جميلة عن طريق هذا اللاعب حمزة محمد، وبالتالي تصبح النتيجة 9-7 نقاط لمصلحة نادي عمال نينوى. أتمنى أن نشاهد سكور عالي في هذه المباراة. أحمد باسم ابن النادي الأكثر من موسم قضاه مع نادي غازي الشمال وعمال نينوى. سادتي الأحبة، حمزة محمد محاولة عن طريق مصطفى عقيل من تحت السلة، وسلامات لهذا اللاعب، سلامات لهذا اللاعب. سقوط على أرضية الميدان عبيدة سامي، وأيضا مصطفى عقيل 24 سنة، وحكم المباراة يهدين شكري لقود هذه المواجهة. 8-7 لمصلحة عمال نينوى. الكوارتر الأول 5 دقائق تقريبا مضت على الزمن الكوارتر الأول. سادتي الأحبة، يا من تتابعون عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي في النقل المباشر لجميع مباريات السلة لهذا الموسم 2026 الذي انطلق يوم أمس. فاست بريك سريع، عبيدة يا عبيدة، الله 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 الله، عبيدة سامي يضيف نقطتين من تحت السلة، ويصل بالنقاط إلى 10-7. حلوة جميلة كانت عن طريق عبيدة سامي. وهذا هو المدرب في الجهة القريبة، مدرب فواز فاضل مدرب عمال النينوى. تعود من جديد محمد فيصل اللي سبق وأن مثل أندية الجيش وآسا، وهذا هو الموسم السادس مع غازي الشمال مع سلة الشمال. ونقطتين جميلة حاضرة عن طريق هذا اللاعب سادتي الأحبة مصطفى محمد فتحي، الملقب بمصطفى ميلانو، اللي لعب لأندية نفط البصرة والخطوط وميلانو. يعود من جديد، محاولة تصل إلى أحمد باسم من نفط الشمال، وبالتالي قد تكون هي النقطتين. أخطاء كثيرة تحدث من تحت السلة، وبالتالي حسين زهير يعود من جديد. تصل إلى أحمد جمعة، يمرر إلى عبيدة سامي، تدوير الكرة من اليمين إلى جهة اليسار، وقد تكون الثلاثية، ولكن أخفق من جديد. مرتداد سريع لمصلحة أحمد باسم القادم كما ذكر لكم من نفط الشمال. محاولة توغل لميلانو لم يفلح في اللقطة الماضية، وبالتالي الكرة إلى مصلحة أو إلى حيازة فريق نادي غاز الشمال. 3 دقائق 37 ثانية متبقي على عمر سادة الأحبة الكوارتر الأول، وبالتالي هذا هو أحمد باسل الفريق الأحمر غازي الشمال. محمد فيصل موسم سادس 36 سنة، وهذا هو محمد عبد الجبار. محمد ينقل كرة، محاولة من تحت السلة، تدوير الكرة ولكن طالت، والحيازة تنتقل لمصلحة الفريق الأبيض. حمزة محمد، حديث الكابتن حسين طلال،
لعب لمنتخب كركوك أيضا ولنادي سولاف والثورة الكركوكلي، واحد من أقدم الأندية في محافظة كركوك، وبالتالي يتواجد اليوم على رأس الملاك التدريبي لمصلحة غازي الشمال، ونقطتين جديدة أيضا لمصلحة أحمد جمعة. حلوة يا أحمد، 2 بوينت جديدة، 12 مقابل 9 نقاط لمصلحة فريق نادي عمال نينوى. محاولة قطع مميز وبالتالي باس خاطئ، كان باد باس، وبالتالي الكرة الحيازة تنتقل لمصلحة فريق نادي غازي الشمال. شوف هذا الدفع الواضح عن طريق حسين زهير، والحيازة تنتقل لمصلحة روح رياضية عالية. حلوة هذا اللاعب، محاولة للثلاثية 3 بوينتس لم تكتمل، والكرة لمصلحة فريق نادي غاز الشمال. يوم أمس افتتحت مباريات المجموعة الأولى سادة الأحبة في هذه القاعة، في المباريات التي جمعت عمال نينوى مع غاز أو مع نفط الشمال. المباراة انتهت لمصلحة عمال نينوى ب 59 مقابل 55 نقطة. زاخو حقق فوز جيد على حساب سابيس القادم الجديد والوافد الجديد أيضا ب 66 مقابل 53 نقطة، والدفاع الجوي تغلب على غاز الشمال ب 98 مقابل 67 نقطة. هذه كانت مباراة المجموعة الأولى التي تقام في قاعة نادي كركوك التي تحتضن هذه المباراة. أحمد باسم، أحمد قادم من نفط الشمال، 25 سنة، تمريرة من تحت السلة، محاولة للثلاثية عن طريق محمد عبد الجبار، يبحث عن الثلاثية ويسجل ولكن لم يسجل. ريباوند جميل عن طريق عبيدة سامي، نقل الكرة في الجهة البعيدة، تصل من جديد لمصلحة أحمد جمعة، تمرر باتجاه حمزة محمد. عبيدة سامي محاولة ولكن أيضا سيطر عن طريق محمد شيركو، قادم أيضا هو الآخر من نادي نفط الشمال، وبالتالي يتواجد مع غازي الشمال في هذا الموسم إخفاق كثير وأخطاء من تحت السلة، فقدان الكثير من النقاط شوف المشي المخالفة الترافلينج، وبالتالي الكرة لمصلحة فريق عمال نينوى. هذا هو اللاعب مصطفى ميلانو، مصطفى محمد فتحي، وهذا هو أحمد جمعة، وتعود من جديد لمصلحة لاعبي فريق نادي غازي الشمال. راشد خضير يحاول ولكن الدفاع المتماسك حتى الآن لفريق نادي عمال نينوى. حمزة محمد من تحت السلة ولكن أخفق من جديد. شوف هذا الفقدان التركيز الكبير من قبل اللاعبين خصوصا في المناطق التي يتواجدون فيها من تحت السلة، تحتاج إلى تركيز ذهني، إلى هدوء تام، وبالتالي إحراز المزيد من النقاط خلال المباريات. تمرر راشد خضير وقد تكون الثلاثية وإلى مصلحة فريق نادي غاز الشمال. يتصدى محمد فيصل لاعب منتخبنا الشبابي السابق، محمد فيصل، وأيضا في موسم السادس مع غاز الشمال وال48 الثانية الأخيرة. سادتي الأحبة في هذه المواجهة في الكوارتر الأول من الشوط الأول لا يزال عمال نينوى يتقدم ب 12 مقابل 9. لقطات من مخرج المباراة، إعادة من زاوية أخرى، وبالتالي الحيازة لمصلحة فريق غاز الشمال. محمد فيصل يمرر من تحت السلة، تمريرة خاطئة عبيدة سامي، وبالتالي الكرة لمصلحة فريق نادي عمال نينوى. الطاقم التحكيمي لمواجهة هذا اليوم والثواني الأخيرة: حمزة محمد 34 سنة، لاعب نادي عمال نينوى، يبحث عن التمرير، يمرر باتجاه أكرم محمد، تصل من جديد عبيدة سامي. الله 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 عليك يا عبيدة، واحد من اللاعبين المميزين في مواجهة هذا اليوم. نقطتين جديدة تحرز عن طريق هذا اللاعب عبيدة، وينجح بالوصول إلى النقطة 14.
ينجح بالوصول إلى النقطة 14 في هذه المباراة. الثواني الأخيرة، شوف اللقطة الماضية إعادة، وبالتالي عبيدة سامي ينجح والكرة لمصلحة الفريق الأحمر. أيوب صادق يمرر باتجاه أحمد باسم إلى أيوب بن جديد، يبحث عن زميل. الثواني الأخيرة من عمر المباراة، فاست بريك سريع، من الممكن أن تكون آخر نقطتين، ولكن قد تكون هي صافرة الختام في هذه اللحظات. نعم، هي صافرة الختام، وبالتالي 14 مقابل 9 لمصلحة نادي عمال نينوى في الكوارتر الأول. سادتي الأحبة، لازلنا نتواصل، وبالتالي هناك استراحة قصيرة ما بين الكوارتر الأول والثاني. نكمل وإياكم مع انطلاق المباراة في الكوارتر الثاني. انتظرونا ولا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد سادتي الأحبة، متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان. نتواصل وإياكم في الكوارتر الثاني من مواجهة فريقي عمال نينوى وغاز الشمال السلوية في اليوم الثاني لانطلاق مباريات دوري المحترفين لهذا الموسم 2026، وقاعة نادي كركوك التي تحتضن هذه المواجهة. الكوارتر الأول انتهى لمصلحة الفريق الأبيض عمال نينوى ب14 مقابل 9 نقاط لفريق نادي غاز الشمال والحيازة، وابتداء للمباراة في الكوارتر الثاني. الشوط الثاني، النصف الثاني من الشوط الأول، وبالتالي نتمنى أن نشاهد المزيد من اللمحات الفنية المميزة خلال هذه المباراة. هناك بعض اللاعبين كهذا اللاعب ليحمل رقم 3 عبيدة سامي، وأيضا حمزة محمد، محاولة للثلاثية. الله عليك يا أحمد جمعة، حلوة لأحمد جمعة، 3 بوينتس جميلة ورائعة في هذه اللحظات عن طريق هذا اللاعب المميز أحمد جمعة، ونقطتين أيضا حاضرة من جديد لمصلحة ميلانو من غاز الشمال، 17 مقابل 11 لمصلحة نينوى. بداية قوية لبداية مشوار الكوارتر الثاني، قد تكون الثلاثية الأخرى ولكن لم تفلح. ريباوند ومتابعة أيضا من عمال نينوى، حمزة محمد يحاول يمرر في الجهة البعيدة، البحث عن نقطتين من تحت السلة، نقل الكرة باتجاه أكرم محمد، وأيضا ضاعت وعدت. تعود إلى ميلانو من جديد، مصطفى محمد فتحي، مصطفى ميلانو يمرر باتجاه راشد خضير إلى مصطفى، قد تكون الثلاثية، ضاعت وعدت مع سيطرة إبراهيم محمد أيضا من فريق عمال نينوى. أحمد جمعة اعتار وخطأ لمصلحة فريق عمال نينوى. حلوة، بداية جميلة جدا، الوصول إلى السكور رقم 17
لمصلحة فريق نادي عمال نينوى في هذه المباراة والمباريات التي انطلقت يوم أمس. سادة الأحبة، أيضا هناك العديد من المباريات التي كانت في المجموعة الثانية التي احتضنتها قاعة نادي الأرمني. يوم أمس شاهدنا مواجهة دجلة الجامعة مع الحشد الشعبي، وأيضا مواجهة نفط ميسان مع اليقظة والكهرباء مع الحلة، واليوم نتواجد معكم وهذه الثلاثية الرائعة والجميلة. الله عليك، الله عليك، و9 نقاط لهذا اللاعب، حلوة لهذا اللاعب أحمد جمعة. 3 بوينتس سجل وأبدع، وبالتالي لا زال يتألق نينوى في هذه المباراة. من جديد إبراهيم محمد غازي الشمال يهدر العديد من الفرص من تحت السلة، وبالتالي ضياع هذه النقاط يبحث عن الله. بارد عيوني عليك، بارد عيوني عليك يا أحمد جمعة. 3 بوينتس رائعة وجميلة، هو اللاعب الأبرز والأميز في تشكيلة عمال نينوى حتى الآن في هذه المباراة. محاولة الاختراق عن طريق أحمد باسم، والحيازة تنتقل لمصلحة فريق نادي عمال نينوى. فارق 10 نقاط لهذا الفريق، وهذا هو أيضا سجل 5 نقاط اللاعب مصطفى محمد فتحي من تحت السلة. محاولة للنقطتين، فاست بريك سريع، من الممكن أن تكون هناك نقطتين، نعم لم تسجل. محاولة من جديد والصراع من تحت السلة، يعود ميلانو، يعود ميلانو، محمد عبد الجبار إلى ميلانو، أحمد باسم، وأيضا الريباوند والمتابعة، الريباوند والمتابعة الجميلة عن طريق حمزة محمد، أكرم محمد، وأيضا حمزة محمد. نقل تمرير، وبالتالي المناورة من اليمين إلى اليسار، الدخول من تحت السلة، ومحاولة وأيضا نقطة جديدة عن طريق إبراهيم محمد. حلوة لعمال النينوى، هو الأفضل فنيا حتى الآن، يستغل جميع الكرات من تحت السلة، وبالتالي يسجل بكل أريحية في هذا الشوط الأول من هذه المباراة. حلوة لهذا اللاعب، هذا هو أيوب صادق القادم من نادي الخطوط حكام المواجهة. نعم هذا هو أيوب، 29 سنة، أيوب صادق، متر 80 سنتيم. إعادة للقطة الماضية لأيوب، وبالتالي لم يفلح، والريباوند والمتابعة عن طريق عبيدة سامي. فاور شوت أول يخفق من خلال أيوب صادق، يحتاج إلى التركيز ويحتاج إلى الهدوء سادتي الأحبة، وبالتالي نعم يحرز نقطة جديدة لمصلحة نادي غازي الشمال، نقطة جديدة لمصلحة غازي الشمال. نعود من جديد، أحمد جمعة يحاول أن يمر، هو اللاعب المميز حتى الآن، يحرز ويناور ويسجل ويباغت، وبالتالي الثلاثيات الحاضرة عن طريق هذا اللاعب أحمد جمعة من تحت السلة. يحاول غازي الشمال، وبالتالي الكرة والحيازة تنتقل لمصلحة الفريق الأحمر غازي الشمال. عذرا لعمال نينوى، وبالتالي حمزة محمد من تحت السلة وبكل سهولة وبأريحية. حلوة يا إبراهيم محمد، حلوة لهذا اللاعب. 2 بوينتس جديدة أيضا لمصلحة فريق نادي عمال النينوى، وبالتالي غازي الشمال يبحث عن تقليص الفارق، لا يريد أن يذهب السكور والفارق بعيدا خلال الشوط الأول، وبالتالي عندما تحرز فارق كبير من النقاط من السكور خلال الشوط الأول، وبالتأكيد سوف تدخل بأريحية كاملة إلى مجريات الشوط الثاني من هذه المباراة. محاولة تمرير بالخطأ، وبالتالي إلى خارج أرضية الميدان، وبالتالي هناك الحيازة تنتقل، وهذا هو الكابتن فواز فاضل. أعتقد حتى الآن هي بداية جيدة ومميزة لهذا المدرب ولهذا الفريق الطامح عمال نينوى سادتي
الأحبة، وبالتالي غازي الشمال مطالب أيضا بأن يكون له حضور كبير في هذه المباراة. سامر تغلب ابن النادي ولاعب منتخب الناشئين السابق 20 سنة، واحد من اللاعبين الشباب، وبالتالي سامر الآن يتواجد مع فريق نادي غازي الشمال، يتواجد مع غازي الشمال محمد عدنان، هذا هو عبيدة سامي من عمال نينوى، وتستمر المباراة ويستمر فارق 13 نقطة حتى الآن لمصلحة عمال نينوى في هذه المباراة. 4 دقائق 51 ثانية متبقي على نهاية الشوط الأول، وعمال نينوى يفرض ويضرب وبقوة ويحرز العديد من النقاط. 3 بوينتس. الله يا حلاوتك يا جمالك أيوب، أيوب يا أيوب، صبر أيوب، وبالتالي سجل الثلاثية الجميلة والرائعة أيوب الصادق. ما أحلى الثلاثية ل3 بوينتس في كرة السلة، هي واحد من أجمل اللقطات في عالم كرة السلة المجنون. أيضا الثلاثية تعطي انطباعا جميلا للمشاهد وتؤكد القدرة العالية الفنية والتكتيكية للاعب الذي يحرز الثلاثية. حلوة لهذا اللاعب أيوب صادق، والكابتن حسين طلال مع النادي منذ عام 2019. تايم اوت والتوجيهات بالتأكيد الحاضرة خلال هذه اللحظات. مدرب الكابتن حسين طلال 49 سنة، توجيهات للاعب راشد خضير، معالجة الأخطاء التي حدثت على أمل تدارك الأخطاء. نعم هو تايم أوت لمصلحة نادي غازي الشمال، وهذا المدرب الكابتن حسين طلال هو الذي قاد الفريق من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة، يعمل مع الفريق منذ عام 2019 ويبحث عن العديد من النجاحات والانتصارات. لا ضير أن تخسر مباراة أو مباراتين، ولكن ممكن أن تعوض. فمشوار هذا الدوري هو مشوار طويل ويحتاج إلى نفس طويل، وبالتالي من الممكن أن تعود إلى أجواء المنافسة خلال مباراة أو مباراتين. المميز الآخر أحمد جمعة، ولقطات رائعة وجميلة من مخرج المباراة، حلوة لزميلنا المخرج أحمد جمعة. شوف هذه اللقطة، الدخول والثري بوينتس الجميلة والرائعة عن طريق هذا اللاعب، وبالتالي هناك العديد من اللقطات. وعودة من جديد إلى أجواء المباراة، أكرم محمد يحاول من جديد، مصطفى عقيل، والثلاثية لم تنجح. سيطرة عن طريق سامر تغلب، 20 سنة، لاعب موهوب ولاعب شاب، ويشترك الآن يحمل الرقم 00. محاولة عن طريق راشد خضير، دفاع جيد ومتماسك وقطع الكرات، وبالتالي السيطرة على أجواء المباراة. 27 مقابل 17. يحاول أحمد جمعة من جديد، يتوغل، لكن هناك خطأ. نعم بيرسونال فاول، خطأ لمصلحة هذا اللاعب أحمد جمعة، وبالتالي خطأ لمصلحة فريق نادي عمال نينوى، مع حديث من قبل محمد فيصل لاعب نادي غازي الشمال. شوف اللقطة الماضية، محاولة للمرور والاختراق من تحت السلة، ولكن هناك الإعاقة. عود من جديد، أحمد جمعة يحاول، أحمد يبحث عن ثلاثية جديدة. عودنا هذا اللاعب على الإبداعات، وبالتالي ميلانو مصطفى محمد يمرر إلى مصطفى من جديد. من الممكن أن تكون نقطتين جديدة لمصلحة غازي الشمال. تمريرة إلى جهة اليسار، محاولة، وبالتالي ضاعت وعدت لمصلحة فريق نادي عمال نينوى. يبحث غازي الشمال، وبالتأكيد العصبية واضحة على محيا المدرب الكابتن حسين طلال على ضياع العديد من النقاط من تحت السلة. قد يدفع ثمن هذا الضياع بعد
دقائق من انطلاق الشوط الثاني قد يتحسر الفريق على نقطة أو نقطتين، وقد تحسم المباراة بفارق بسيط من النقاط في عالم كرة السلة. حركة لعب جميلة مميزة عن طريق حسين زهير، 29 سنة هذا اللاعب، وبالتالي حلوة لهذا اللاعب حسين زهير، تمريرة مميزة، وبالتالي حاول أن يوصل الكرة، يمرر الكرة بطريقة احترافية وتعود من جديد لمصلحة الفريق الأحمر. أيوب صادق، سامر تغلب، أيوب من جديد، تصل إلى ميلانو، يحاول مصطفى محمد فتحي، ميلانو الله، وثلاثية جديدة أيضا عن طريق هذا المبدع أيوب صادق. حلوة لأيوب، يصل في السكور إلى 11 نقطة لهذا اللاعب. حلوة لأيوب صادق، ثلاثية جميلة، وغاز الشمال بدأ يعود إلى المباراة، بدأ رتم المباراة من قبل فريق غاز الشمال يرتفع مع الوصول إلى الدقيقتين أو نعم 3 دقائق، 2:36 الثانية من عمر الشوط الأول. سوف نشاهد مباراة ممتعة في الشوط الثاني، محاولة للفريق الأحمر المرور من تحت السلة، ميلانو، الله يا ميلانو، الله يا ميلانو، يا مصطفى يا مصطفى، ونقطتين جديدة مميزة، يصل الرصيد ويصل السكور إلى 22 نقطة لمصلحة فريق نادي غاز الشمال. فارق الآن 5 نقاط فقط، وأيضا من تحت السلة الريباوند والمتابعة الجميلة، ولكن هناك خطأ لمصلحة هذا اللاعب مع النقطتين، وبالتالي يحصل أيضا على فاول شوت هذا اللاعب أيضا مصطفى عقيل. حقيقة مجموعة جيدة، شوف المرور من تحت السلة لمصلحة أحمد جمعة، حقيقة مجموعة جيدة لعمال النينوى، وهي تخوض الموسم الأول مع الكبار في دور الممتاز، دور المحترفين لهذا الموسم. يوم أمس كانت البداية المميزة على حساب نفط الشمال، والتفوق ب59 مقابل 55 نقطة، وحتى الآن هو يتقدم بفارق 7 نقاط، 29 مقابل 22 نقطة لمصلحة غاز الشمال. يبحث على تأكيد التفوق وإنهاء الشوط الأول على أمل الدخول مرة أخرى وبقوة في الشوط الثاني. إضافة أيضا في الجهة الأخرى غاز الشمال هو الآخر يبحث عن تقليص الفارق والخروج بأول فوز في هذه المباراة وفي هذه البطولة وفي هذا الموسم 2026 من خلال بوابة عمال نينوى. محمد عبد الجبار شاهدنا رقم 15، وهذا هو اللاعب مصطفى عقيل. مستوى المباراة بدأ يرتفع مع تقادم وقت المباراة، مرور دقائق المباراة. سادة الأحبة يا من تتابعونا في كل مكان في هذا النقل المباشر لأغلى مباريات دوري كرة السلة العراقي، فاول شوت لم يفلح في التسجيل. مصطفى عقيل كان من الممكن أن يصل إلى النقطة 30 دقيقة 51 ثانية. محاولة من تحت السلة غاز الشمال، خطأ لمصلحة الفريق الأحمر، خطأ لمصلحة هذا اللاعب أيوب الصادق حكم المباراة. وبالتالي شوف الإعادة، المرور من تحت السلة بانسيابية عالية، وبالتالي محاولة لإحراز نقطتين، والإعاقة التي كانت حاضرة مع إشارة من حكم المباراة، وبالتالي فاور شوت لمصلحة هذا اللاعب. أيوب يخطأ، لم ينجح في الرمية الحرة الأولى، فاور شوت الأول، وبالتالي بانتظار الثانية ضاعت، وأيضا كان من الممكن أن يقلص الفارق مع وصولنا إلى اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول. حمزة محمد يبحث عن المرور، يحاول حمزة محمد، 7 ثواني متبقي، محاولة للثلاثية، الله
3 بوينتس رائعة وجميلة لهذا اللاعب، هي الرابعة. نعم 3 بوينتس يصل إلى السكور رقم 15. السكور الشخصي لهذا اللاعب حلوة لأحمد جمعة، باعتقادي هو اللاعب الأبرز في صفوف عمال نينوى. يحاول غازي الشمال تقليص الفارق، ولا زلنا في هذه المحاولات. ونقطتين جميلة، نقطتين جميلة وجديدة عن طريق محمد عبد الجبار. حلوة 13 نقطة حلوة لهذا اللاعب. هذه الشيبة الكريمة والمباركة، والذي يمتلك الروح الرياضية ويشارك وبكل قوة في هذه المباراة. محمد عبد الجبار 33 سنة، متر 89 طول هذا اللاعب، ويمتلك العديد من المزايا التي تؤهله لأن يكون واحد من الأدوات المهمة في تشكيلة فريق نادي غازي الشمال. أحمد جمعة، حلوة لأحمد، وبكل ثقة بكل ثقة يضع الفاور شوت الأول. أحمد جمعة 49 ثانية متبقية على الشوط الأول، وينجح في الثاني أيضا. نعم يضيف نقطة جديدة، يصل رصيده من النقاط إلى 16 في هذه المباراة. 34 فارق 10 نقاط مقابل 24، ليس بذلك الفارق الكبير. من الممكن الفريق الأحمر أن يعود، من الممكن محمد عبد الجبار، من الممكن سامر تغلب، من الممكن الآن، ولكن المتابعة والريباوند عن طريق عبيدة سامي. عبيدة سامي يمرر إلى أحمد جمعة، أحمد جمعة يحاول، يمرر باتجاه حمزة محمد. الثواني الأخيرة 16 15 ثانية محاولة للتوغل عن طريق حمزة. 24 ثانية على وشك النهاية. حمزة يمرر محاولة من تحت السلة. الله 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 الله. حسين زهير ينجح ويضيف نقطتين جديدة أيضا لمصلحة عمال نينوى في الثواني الأخيرة، ليصل بالنقاط إلى 36 مقابل 24 نقطة حتى الآن. 36 مقابل 24 نقطة حتى الآن. وأيضا الأعصاب والمتابعة مشدودة بالتأكيد من قبل المدرب الكابتن حسين طلال. مطالبة في العودة إلى الفيديو، تقنية الفيديو. هل هناك شيء في اللقطة الماضية؟ نبحث ونشاهد. وبالتالي الثانيتين خلاص أعتقد وقت الشوط الأول انتهى. شوف هذا الدخول وهذه الرمية المميزة، وبالتالي يحرز نقطتين. أعتقد خلاص شوط الأول انتهى. نعم انتهى في هذه اللحظات. 36 24 لمصلحة العمال، ينهي الشوط الأول لمصلحته بفارق حوالي 12 نقطة. سادتي الأحبة، استراحة قصيرة على أمل العودة مجددا معكم لتكملة المباراة في شوطها الثاني.
أهلا بكم من جديد سادتي الأحبة متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، وعودة من جديد لمتابعة مجريات مباراة عمال نينوى مع غاز الشمال في شوطها الثاني. هذه المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الأولى في قاعة كركوك الرياضية، واللي انتهى الشوط الأول لمصلحة نادي عمال نينوى ب 36 مقابل 24 نقطة، وبداية وانطلاقة للمباراة في الشوط الثاني. 38 مقابل 26 نقطة. مع انطلاق المباراة أحرز غاز الشمال نقطتين، وقبل أيضا كان حاضر نادي عمال نينوى من تحت السلة المرور والارتقاء، ولكن الكرة ضاعت. تعود من جديد والحيازة لمصلحة نادي عمال نينوى. قدم أداء جيد في الشوط الأول، هذا هو حمزة محمد يبحث عن المرور. حمزة محمد أقرب إلى من تحت السلة، يحاول ريباوند جميل، متابعة جيدة ومميزة عن طريق اللاعب أحمد باسم. غاز الشمال يحاول تصل إلى محمد عبد الجبار، يحاول محمد ينقل الكرة ولكن إلى مصلحة فريق نادي عمال نينوى. هذا هو أحمد باسل. ومباريات الدوري العراقي سادتي الأحبة الذي انطلق يوم أمس بإقامة 6 مباريات، واليوم أيضا هناك 6 مباريات، 3 في المجموعة الأولى و3 أخرى أيضا في المجموعة الثانية اللي تحتضن مباريات قاعة نادي الأرمني. هذه مواجهة نادي عمال نينوى مع غاز الشمال، وهناك أيضا مواجهة الآن تجمع دجلة الجامعة مع اليقظة في قاعة نادي الأرمني، مع مواجهات 4 أخرى، ويختتم يوم الثاني من هذه المباريات في الدوري السلوي الممتاز للمحترفين لهذا الموسم 2026. عمال نينوى أكرم محمد 38 مقابل 26، فارق 12 نقطة. وغاز الشمال يبحث عن العودة وبقوة في هذه المباراة. يحاول هذا اللاعب من تحت السلة، وبالتالي ابعاد دفاعي جيد ومميز. محمد عبد الجبار اللي سبق وان مثل نادي بيشمركة، تمريره من تحت السلة، يحاول محمد والكرة متابعة ايضا دفاعية جيدة من عمال نينوى. فاست بريك سريع، من الممكن ان تكون هناك نقطتين جديدة لمصلحة اكرم محمد من تحت السلة، وبكل هدوء يضع نقطتين 2 بوينت جديدة لمصلحة هذا اللاعب مصطفى عقيل. أحرز 8 نقاط حتى الآن خلال هذه المباراة. مصطفى ميلانو تمرر محمد فيصل. ميلانو، الله، كادت أن تكون الثلاثية والمتابعة والريباوند الحاضر من تحت السلة. الله 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 الله. نقطتين جميلة وجديدة لمصلحة غاز الشمال، يصل إلى النقطة 28 في بداية مشوار الكوارتر الثالث الشوط الثاني من هذه المباراة. حمزة محمد عمال نينوى في أول حضور، وبالتالي يقارع غاز الشمال في قاعة كركوك، شيء مميز لهذا الفريق. وبالتالي غاز الشمال مطالب بأن يقدم أداء فنيا أقوى وأكثر حتى يتمكن من إحراز الفوز في هذه المباراة. لا يريد أن يتعرض غاز الشمال إلى خسارة أخرى كما بدأها يوم أمس، والخسارة كانت حاضرة أمام الدفاع الجوي ب 98 مقابل 67 نقطة، مقابل فوز وانطلاقة جيدة لمصلحة الفريق الأبيض عمال نينوى عندما تمكن من هزيمة نفط الشمال 59 مقابل 55 نقطة.
ارتداد فاست بريك. شوف هذا التمرير الخاطئ وخطأ الشخصي في هذه اللحظات لمصلحة هذا اللاعب. شوف اللاعب اللي يحمل رقم 5 حمزة محمد، هذا اللاعب توغل راشد خضير، وبالتالي خطأ لمصلحة عمال نينوى في اليوم الثاني لانطلاق مباريات دوري كرة السلة الممتاز للمحترفين. كابتن حسين طلال، والكابتن الآخر في الجهة المقابلة فواز فاضل، والمساعد محمد منيب، وأيضا يتواجد الكابتن مشرف الفريق علاء عبد الله على دكة البدلاء في هذه المباراة. يبحث هذا اللاعب المميز أحمد جمعة، أحرز العديد من النقاط من السكور المميز خلال الشوط الأول من هذه المباراة. مرور بانسيابية لهذا اللاعب محمد عبد الجبار، تعود من جديد محمد فيصل، نقل الكرة، محاولة، الله، نقطتين، حلوة يا ميلانو، حلوة يا مصطفى يا ميلانو، ونقطتين جديدة لمصلحة فريق غازي الشمال. فارق ال10 نقاط. من الممكن أن يعود، من الممكن أن يعود نادي غازي الشمال في هذه المباراة لو استغل العديد من النقاط من السكور من الفرص السانحة من تحت السلة. وبالتالي هذا هو محمد عبد الجبار. انتقال الحيازة لمصلحة الفريق الأحمر. أيوب صادق القادم من نادي الخطوط، أحمد باسم والقادم من نفط الشمال، يمرر إلى جهة اليمين، تصل محمد فيصل، تمريرة قصيرة، مرور من تحت السلة، رائع ونجح هذا اللاعب، محاولة للارتقاء، الله 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 على هذا الثري بوينتس الرائع والجميل لمحمد عبد الجبار. 8 نقاط، سكور جيد أيضا لهذا اللاعب، ولكن هناك لاعبين أحرزوا سكور أعلى في المباراة وتايم أوت لمصلحة فريق نادي عمال النينوى. حلوة 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 كانت عن طريق محمد عبد الجبار، و3 نقاط يقلص الفارق إلى 7 نقاط. وأقولها حقيقة مرة أخرى، من الممكن العودة، نعم تايم أوت لمصلحة عمال النينوى، من الممكن العودة لغازي الشمال، ومن الممكن إضافة نقاط لهذا الفريق ولهذا المدرب الكابتن فواز فاضل. من الممكن إضافة نقاط جديدة لهذا الفريق الأبيض عمال النينوى. حضور جيد أول في بداية المشوار، وبالتأكيد هناك مشوار طويل في هذا الموسم. هذه مباريات التجمعين الأول والتجمع الثاني، هناك تجمع آخر كما ذكر لكم في العاصمة الحبيبة بغداد، وهذا التجمع في كركوك، على أمل أن يكون هناك تجمعين جديدين بعد انتهاء هذه المباريات. يوميا هناك 6 مواجهات تقام سادتي الأحبة. بعد هذه المباراة سوف تكون مواجهة القادم الجديد، الضيف الجديد، نادي السابيس مع الدفاع الجوي في مباراة جديدة. وأيضا تختتم المواجهات بمباراة نفط الشمال مع فريق النادي زاخو، وما أدراك ما زاخو، الفريق الذي قارع وصال وجال في خلال مباريات كرة السلة العراقية، قدم العديد من الأسماء الكبيرة، وبالتالي اليوم سوف يخوض المواجهة الثانية مع نادي نفط الشمال. حكام المباراة يهدين شكري، فاروق حسام الدين، وبالتالي الحيازة لمصلحة أكرم محمد من عمال نينوى. أكرم تمريرة قصيرة لمصلحة المميز أحمد جمعة، يحاول يمرر أكرم محمد، دخول من تحت السلة، تمريرة ونقطتين جديدة حلوة بكل ثقة، بكل ثقة. إبراهيم محمد اللي شاهد الآن في الصورة يضع نقطتين جديدة لمصلحة عمال نينوى في هذه المباراة. حلوة لهذا اللاعب، يعود من جديد مصطفى ميلانو، محمد عبد الجبار، مرور من تحت السلة، الله الله الله، أحمد باسم، حلوة لأحمد باسم، نقطتين جديدة لمصلحة فريق نادي غازي الشمال. يعود فارق ال10 نقاط من جديد. أحمد جمعة محاولة توغل من تحت السلة، ولكن هناك
صافرة حاضرة والخطأ لمصلحة نادي غازي الشمال. حلوة لهذا اللاعب، مرور لمصلحة حسين زهير، شوف التوغل كان حاضر. حلوة لهذا اللاعب، وبالتالي كاد أن يحصل على نقطتين، وبالتالي اعتار والكرة لمصلحته مع باور شوت أول حاضر في هذه اللحظات. باور شوت يخفق في الرمية الأولى، يبحث عن إحراز الرمية الثانية، وبالتالي أخفق في الأولى، يبحث عن التسجيل من الرمية الحرة الثانية، وأيضا يخفق في التسجيل. ضياع هذه الفرص وضياع هذه الكرات يعني خسران العديد من النقاط خلال مواجهات كرة السلة. نقطة أو نقطتين أحيانا هي تحسم نتيجة المباراة، وبالتالي يندم الفريق الذي يضيع أكثر فرصة للتسجيل، خصوصا في مثل هذه الحالات الثابتة. محاولة لمصلحة الفريق الأحمر، 13 ثانية 12 ثانية، محاولة من بعيد، الله، كادت أن تكون الثلاثية والريباوند الرائع والجميل لهذا اللاعب إبراهيم محمد. قدرة دفاعية مميزة بالسيطرة على الكرات الساقطة من تحت السلة. تمريرة إلى حسين زهير، حسين زهير، والمتابعة أيضا حاضرة لعمال نينوى. أكرم محمد غازي الشمال، فاست بريك سريع، من الممكن أن يكون هناك نقطتين، تمريرة من تحت السلة ونقطتين أيضا لم تحتسب. نعم، إشارة من حكم المباراة لم تحتسب النقطتين لهذا اللاعب مصطفى ميلانو. تبقى النتيجة 42 مقابل 34 نقطة لمصلحة فريق نادي عمال نينوى. إعادة بالتصوير البطيء، بالحركة البطيئة للقطة الماضية، وبالتالي التمرير المميز كان عن طريق أيوب صادق إلى مصطفى ميلانو، لم تحتسب النقاط، وبالتالي هناك خطأ فاور شوت أو حيازة عذرا لمصلحة فريق نادي غازي الشمال في هذه اللحظات. محمد عبد الجبار، راشد خضير، محمد من جديد، متابعة، قطع كرة مميز، الله 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 الله، ارتقاء جميل، ونقطتين 2 بوينت جديدة لمصلحة أكرم محمد، وبالتالي هناك العديد من النقاط التي سوف تكون حاضرة في مثل هذه الحالات، فقدان الكرات، وبالتالي المتابعة حاضرة. محاولة لغازي الشمال، عمال نينوى، حمزة محمد، حمزة يهدئ رتم المباراة، ودقيقتين 52 ثانية على نهاية مشوار الكوارتر الثالث، نصف الشوط الثاني من هذه المباراة. اسيست رائع وجميل، لم تكتمل اللوحة ولم تكتمل الصورة، وبالتالي الكرة والحيازة لمصلحة نادي غاز الشمال. وحديث من قبل حكم المباراة مع أحمد جمعة، 44-34، فارق ال10 نقاط لا يزال حاضر وبقوة. يحرز غاز الشمال، يقلص الفارق، يعود من جديد عمال نينوى، وأيضا يسجل ويزيد الفارق، وبالتالي يبقى هذا السجال حاضرا قائما حتى نهاية مشوار هذه المباراة. حكام المباراة أرام سمير، يهدين شكري، فاروق حسام الدين، والحيازة من جديد لمصلحة الفريق الأبيض. عمال نينوى، يحاول نينوى، حمزة محمد يبحث عن المرور ويمرر، وبالتالي أيضا الكرة والحيازة تنتقل لمصلحة فريق نادي غاز الشمال. في اللقطة الماضية هذا هو إبراهيم محمد، شوف التوغل كان حاضر، وبالتالي قطع الكرة والحيازة تنتقل، تعود من جديد من تحت السلة. محاولة وخطأ لمصلحة الفريق الأحمر، خطأ لمصلحة الفريق الأحمر، لمصلحة محمد عبد الجبار. باور شوت من رميتين، الأول ينفذ
عن طريق محمد عبد الجبار، يبحث عن إضافة نقطة جديدة. محمد عبد الجبار يخفق في الرمية الأولى ويبحث عن النجاح في الفاور شوت الثاني. محمد عبد الجبار نعم يسجل من الثانية. تحتاج إلى التركيز، تحتاج إلى برودة الأعصاب، وأنت تصوب على السلة من مسافة قريبة جدا، وبالتالي ضياع هذه النقاط يعني ضياع الكثير. نعم ضياع الكثير، يحاول ولكن أيضا ضاعت وعدت عن طريق أحمد جمعة. سريعة وارتداد سريع لمصلحة الفريق الأحمر. يحاول مصطفى ميلانو أحمد باسم الثلاثية كانت قريبة جدا، ولكن الريباوند الحاضر كان سريع ومتواجد من قبل لاعبي نينوى في هذه اللحظات. عبيدة سامي 22 سنة. حمزة محمد يحاول حمزة من تحت السلة المرور. الله 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 الله، نقطتين 2 بوينتس جديدة من هذا اللاعب. هو الأبرز برأيي الشخصي المتواضع واللاعب الأفضل في تشكيلة فريق نادي عمال نينوى. أحمد جمعة رقم صعب في تشكيلة الفريق الأبيض خصوصا في هذه المباراة. حلوة لهذا اللاعب، ونقطتين جميلة أيضا حاضرة لمصلحة نادي غازي الشمال. يعود الفارق تقريبا إلى 9 نقاط مع وصولنا إلى اللحظات الأخيرة من الكوارتر الثالث. أحمد جمعة، أحمد مهارات، إمكانيات، مرور، انسيابية عالية، ولكن مقطوع الكرة من أمامه تمرر لمصلحة غازي الشمال. تعود من جديد مصطفى ميلانو، والكرة في هذه اللحظات قد يكون هناك تايم أوت في هذه اللحظات. نعم قد يكون هو وقت مستقطع حاضر في هذه اللحظات، وقت مستقطع. شوف اللقطة الماضية مصطفى ميلانو من عشاق نادي ميلانو، لقب بميلانو. مصطفى محمد فتحي يعشق ميلانو حد الجنون، لذلك شوف حتى الفانيلة مكتوب عليها ميلانو. يتميز بالعشق الكبير لواحد من أعرق الأندية الإيطالية في كرة القدم، ميلانو، ولكن يخفق. حاول أن يحرز ثلاثية من مسافة بعيدة ولكن أخفق في التسجيل. الثواني 20 الأخيرة من الشوط الأول، يحاول قتل الوقت قبل النهاية ب24 ثانية، محاولة توغل ولكن ضاعت. الريباوند الحاضر والفاست بريك غازي الشمال. الله، حركة لعب جميلة وضاعت وعدت ومرت الثواني الأخيرة، لم تسجل هنا ولم تسجل هناك، وبالتالي الله 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 نهاية أحداث الكوارتر الثالث من هذه المباراة. 46-37 لمصلحة نادي عمال نينوى. سادتي الأحبة، تبقى لنا فقط الربع الأخير من الشوط الثاني، الكوارتر الرابع والأخير فقط تبقى من عمر هذه المباراة، وبالتأكيد سوف تكون هناك توجيهات جديدة، تكتيكات جديدة. قد يزج بعض اللاعبين فريق نادي غازي الشمال والكابتن حسين طلال في هذه المباراة من أجل العودة إلى هذه الواجهة، عدم الوقوع في فخ الخسارة. هو طموحات هذا المدرب وأيضا طموحات المدرب في الجهة المقابلة. الكابتن فواز فاضل يطمح إلى تحقيق فوز ثاني، وبالتالي المضي قدما والمضي وبكل ثقة تامة نحو الوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الدوري لهذا الموسم. حلوة لفريق عمال نينوى، وبالتأكيد هناك مباراة أخرى بعد هذه المواجهة تجمع أيضا ما بين القادم الجديد نادي سيبيس مع الدفاع الجوي، وأيضا سوف تختتم المباريات بإقامة مباراة نفط الشمال مع زاخو. يوم غد عمال نينوى مع سابيس في تمام الساعة 4، وفي 6 لقاء نفط الشمال مع غازي الشمال، ويختتم اليوم بمباريات زاخو مع الدفاع الجوي. أيضا هناك مباريات المجموعة
الثانية التي تقام على قاعة نادي الأرمني. اليوم يشهد لقاء دجلة الجامع مع اليقظة، الحج الشعبي مع الحلة، ونفق ميسان مع الكهرباء. انطلاقة لمباريات الدوري العراقي لهذا الموسم، مع حقيقة مع تواجد 12 فريق قسموا إلى مجموعتين، وغياب العديد من الأندية الكبيرة والأندية المميزة في عالم كرة السلة العراقية. غياب قلعة السلة العراقية نادي الكرخ، غياب المميز نادي النفط، غياب البطل نادي الشرطة. أندية عديدة تركت بصمة كبيرة في عالم كرة السلة. غياب أيضا نادي الدهوك، وأيضا العديد من الأندية، وبالتالي غيابات هذه الأندية شكلت إخفاق كبيرة في المستويات الفنية لباقي الفرق. كنا نشاهد حقيقة مباريات ممتعة وعالية المستوى عندما كنا نتابع الشرطة، النفط، الكرخ، ولكن الغياب يدعونا إلى المطالبة بعودة هذه الفرق من جديد إلى دوري كرة السلة العراقي. 46 مقابل 37، محاولة عن طريق هذا اللاعب إبراهيم محمد. إبراهيم الصراع من تحت السلة حلوة لإبراهيم، هدوء جيد لهذا اللاعب، متر، نعم الطول مترين، طول جيد يساعد هذا اللاعب في الارتقاء، وبالتالي يحصل على فاور شوت في هذه اللحظات. إبراهيم محمد يصوب وبكل ثقة يحصل على نقطة جديدة، يعود فارق ال10 نقاط. إبراهيم ويخفق في التسجيل. المتابعة حاضرة لمصلحة غازي الشمال، من الممكن العودة. أيوب صادق يمرر في الجهة البعيدة، تعود أحمد باسم من تحت السلة، محاولة تمرر مصطفى ميلانو. أيوب من تحت السلة، وأيضا مصطفى ميلانو يخفق من جديد، تمريرة، محاولة من تحت السلة، وحركة لعب جميلة حلوة لهذه اللقطة الماضية. عبيدة سامي ينجح في الحصول على الكرة، وأيضا شوف هذا اللاعب حمزة محمد، يحاول حمزة يبحث عن مساندة، يبحث عن المرور من تحت السلة، وبالتالي هناك مخالفة ضد هذا اللاعب، خطأ ضد هذا اللاعب. حديث مع حكم المباراة الأقرب إلى الحالة بشكل كبير. غازي الشمال أحمد باسم، محمد عبد الجبار، أحمد باسم الجهة القريبة، أيوب صادق من تحت السلة، ونقطتين 2 بوينت جديدة لمصلحة غازي الشمال. بدأ يقترب الفريق الأحمر والإعصار الأحمر، بدأ يقترب من أجل الوصول إلى التعادل في السكور في هذه المباراة، في هذه المواجهة. الله 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 عليك يا أحمد جمعة، نقطتين جميلة وجديدة لمصلحة نينوى عن طريق أحمد جمعة، وبالتالي يصل الفريق إلى النقطة 49 على وشك الوصول وعبور حاجز 50 نقطة في هذه المباراة. أيوب صادق تمرر البحث عن نقطتين من داخل الزون أو من خارج الزون، والثلاثية لم ينجح، وبالتالي عندما تخفق فقد تتعرض إلى التسجيل في السلة في الهجوم المقابل. في هذه اللحظات ضياع النقاط يكلف غازي الشمال الكثير. صراع على الكرة، حمزة محمد يمرر تمريرة، محاولة عن طريق إبراهيم، وأيضا يخفق في التسجيل. محمد عبد الجبار، تمريرة، أيوب صادق من تحت السلة لم ينجح. أيضا ميلانو تحتاج إلى التركيز، أبويا مصطفى ميلانو يحتاج إلى التركيز، وأنت تصوب من تحت السلة. الله 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 عليك يا عبيدة سامي، حلوة لعبيدة سامي، 2 بوينت جديدة ورائعة وجميلة، يصل بفريقه إلى النقطة 51. حلوة لعبيدة سامي، وأحلى في هذه اللحظات لمصلحة محمد فيصل في موسم السادس مع غازي الشمال. حلوة من
تحت السلة، وهذه بالتأكيد نقطتين حاضرة وجديدة لم تسجل. من جديد محاولة غاز الشمال، وأيضا هناك خطأ. نعم هناك خطأ لمصلحة هذا اللاعب. بيرسونال فاول أيوب صادق القادم من صفوف نادي الخطوط، ويبدو لي هناك وقت أو تايم أوت، وقت مستقطع في هذه اللحظات. شوف محاولة للتوغل والمرور من تحت السلة والإعاقة الحاضرة مع الوصول إلى الفارق 10 نقاط. لا يزال فارق 10 نقاط حاضر وبقوة في هذه المباراة. فاول شوت أول لمصلحة أيوب، يخفق في التسجيل. كان من الممكن أن يقلص الفارق، بقيت رمية حرة الثانية واحدة. أيوب ينجح في الثانية، أخفق في الأولى وينجح في الثانية، وبالتالي يعود فارق 9 نقاط مع بقاء 6 دقائق 21 ثانية. وقت جيد في عالم كرة السلة. من الممكن أن تنهض من جديد، من الممكن أن تعود من جديد، من الممكن أن تسجل من جديد إذا ما استطاع الفريق من الحصول على فرص حقيقية والتركيز العالي، وأيضا التكتيك الخاص في إحراز المزيد من النقاط. حمزة محمد من تحت السلة، الله 2 بوينتس جديدة لمصلحة أحمد جمعة. يحرز هذا اللاعب، وبالتالي إمكانيات مميزة لهذا اللاعب ولهذا الفريق. إضافة قوية حقيقة هذا اللاعب. نعم هو إضافة قوية لفريق عمال النينوى في هذا الموسم السلوي 2026. إضافة قوية لهذا الفريق سادتي الأحبة. شاهدنا أنس أياد قادم أيضا من نادي نفط الشمال، وفي أول موسم وفي أول ظهور مع غاز الشمال في هذه المباراة. نعم من جديد يحاول أحمد جمعة، أكرم محمد، حمزة محمد، أكرم محمد إلى حمزة محمد. حمزة يبحث عن ثغرة للمرور من تحت السلة. قد تكون الثلاثية، قد تكون هي الثلاثية، ولكن ضاعت وعدت، ضاعت ومرت. يعود من جديد غاز الشمال. محمد فيصل يمرر باتجاه أيوب من تحت السلة، ولكن هناك خطأ. نعم هناك خطأ في هذه اللحظات لمصلحة هذا اللاعب. من الممكن أن يكون هناك تقليص للفارق لمصلحة الفريق الأحمر. عمال النينوى أداء جيد حقيقة في هذه المباراة حتى الآن، والوقوف ند أمام فريق متمرس في دوري كرة السلة العراقية. غاز الشمال، وهناك نفط الشمال، وهناك أيضا نادي زاخو، نادي دهوك، أندية كان لها بصمة كبيرة في عالم كرة السلة العراقية في المواسم الماضية. عندما تواجه هذه الفرق وتتفوق عليها بفارق جيد من النقاط، يعني أنك في الطريق السليم والطريق الصحيح. حلوة لعمال نينوى في هذه المباراة. من تحت السلة إبراهيم محمد، قوة جسمانية وطول مميز لهذا اللاعب اللي شاهد الآن في الصورة. وبالتالي إبراهيم محمد كان يبحث عن نقطتين مع عودة أيضا وتواجد سامر تغلب. هذا هو ابن النادي منذ سنوات وهو يلعب في نادي غاز الشمال. سامر التغلب سبق وأن مثل منتخبنا الوطني للناشئين. إعادة للقطة الماضية من المخرج، وبالتالي العودة من جديد. قد تكون 3 نقاط أخفق من خلالها محمد فيصل، راجعة من تحت السلة، ونقطتين جديدة لمصلحة محمد عبد الجبار. حلوة نقطتين 2 بوينت جديدة لمصلحة فريق نادي غاز الشمال. 10 نقاط لمصلحة محمد عبد الجبار. سكور جيد لهذا اللاعب في هذه المواجهة من تحت السلة، وبالتالي هناك أيضا خطأ وأيضا فاور شوت لمصلحة الفريق الأبيض. رميتين، نعم إشارة من حكم المباراة، فاول شوت، رمية حرة أولى لمصلحة هذا اللاعب عبيدة سامي. من الممكن أن يوسع الفارق، نعم يوسع الفارق إلى نقطة أخرى جديدة. 54
مقابل 44، وفارق ال10 نقاط لا يفارق هذه المواجهة. قد يكون شيء غريب في هذه المباراة، فارق ال10 نقاط لا يزال حاضر وبقوة وفي أزمان مختلفة من عمر هذه المباراة. تمرر محمد عبد الجبار، أيوب صادق، أيوب يمرر، تصل إلى مصطفى ميلانو، يحاول أيوب صادق، وبالتالي الكرة لمصلحة نادي النينوى. حمزة محمد يمرر، عبيدة سامي، أحمد جمعة، أحمد قطع الكرة، وبالتالي الفاست بريك، الارتداد السريع لمصلحة الفريق الأحمر من تحت السلة، و2 بوينت جديدة، 2 بوينت جديدة لمصلحة ميلانو، يرفع رصيده إلى 17 نقطة في هذه المباراة. 54 مقابل 46، 8 نقاط. من الممكن أن يعود الفريق الأحمر، وبالتالي قد يعود من جديد، يبحث عن العودة من جديد مع وصول الوقت الدقائق الأخيرة إلى 3 دقائق من عمر المباراة. محاولة للدخول، وبالتالي خطأ لمصلحة نادي غازي الشمال، خطأ لمصلحة غازي الشمال في هذه اللحظات، وبالتالي من الممكن أن يعود غازي الشمال، وقد يلجأ إلى أسلوب جديد عمال نينوى من أجل الوصول إلى ختام المواجهة والحصول على فارق مميز وإنهاء المباراة والدخول إلى الفوز الثاني في هذه البطولة وفي هذا الموسم. من جديد الله، ثلاثية رائعة وجميلة عن طريق سامر تغلب، ثلاثية جميلة وحاضرة عن طريق سامر تغلب، من بعيد يرتقي ويصوب، يرتقي ويصوب، حلوة لتغلب، حلوة لغازي الشمال. أعتقد سنشاهد أداء مثير خلال الدقائق 2 أو 2.5 من الممكن أن تكون الثلاثية حاضرة. يعلم جيدا غازي الشمال أن الثلاثية هو السليم والطريق السليم للوصول إلى نتيجة التعادل في هذه المباراة. 2:15 ثانية متبقي على عمر المباراة، 2:11 مرور من تحت السلة، محاولة والريباوند الجميل والمتابعة عن طريق محمد عبد الجبار، تصل إلى أيوب، أيوب يا أيوب، ميلانو يا ميلانو، ميلانو يا ميلانو، يخفق ميلانو من جديد. الله 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 لغازي الشمال، أداء ممتع وجميل في هذه اللحظات لهذا اللاعب محمد عبد الجبار، يضيف نقطتين جديدة، وبالتالي سادتي الأحبة 52 ثانية والفارق 3 نقاط. غازي الشمال ينتفض غازي الشمال في الوقت المتبقي من عمر المباراة، في وقت صعب يطمح بالعودة إلى المباراة، وبالتالي الفارق تقلص من 10 نقاط إلى 3 نقاط. والحديث مع أيضا حكام الطاولة، مباراة ممتعة خصوصا في الدقائق الأخيرة في هذا اليوم. حلو، تايم أوت، وقت مستقطع. يبحث عمال النينوى ويبحث الكابتن فواز فاضل على إعطاء التعليمات على المحافظة على هذا الفوز وعدم ضياع الفوز في الرمق الأخير من عمر هذه المواجهة. فارق 3 نقاط. عودة من جديد، مشاهدة الفيديو في اللقطة الماضية، عودة طاقم تحكيم المواجهة لمباراة هذا اليوم، وقاعة كركوك اللي تحتضن هذه المباراة. دوري كرة السلة العراقي يدخل في اليوم الثاني. نعم، كانت هي انطلاقة متأخرة لهذا الدوري، ولكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي، وبالتالي كانت البداية واضحة وناجحة يوم أمس مع انطلاق المباريات في المجموعتين
الأولى والثانية. هذه مباراة المجموعة الأولى، ووصلنا إلى اللحظات الثواني الأخيرة من عمر هذه المباراة. نعم هي 3 نقاط، 3 بوينتس بعد العودة إلى تقنية الفيديو. 3 بوينتس عن طريق ميلانو. يا ميلانو، هذا اللي شاهده الآن في الصورة، وبالتالي ثلاثية الفارق نقطتين. نعم فارق نقطتين فقط. يحتاج كلا الفريقين إلى التركيز فيما تبقى من الدقيقتين الأخيرة. قد يركز وقد يسجل غاز الشمال، وقد يعزز وقد ينتفض من جديد نادي عمال نينوى. دقيقة 52 ثانية، الحيازة لمصلحة الفريق الأبيض. أحمد جمعة الحيازي لمصلحة نينوى، محاولة عن طريق حسين زهير، يحاول المرور، يمرر باتجاه حمزة محمد، يحاول حمزة محمد، خطأ لمصلحة هذا اللاعب. سلامات لحمزة محمد، يعاني من إصابة في هذه اللحظات. سلامات. نشوف اللقطة، نشوف الإعادة، وبالتالي قد يكون هناك خطأ لمصلحة هذا اللاعب. ننتظر قرار الحكم، وبالتالي الوقت المتبقي من عمر المباراة دقيقتين، دقيقة 42 ثانية مع بقاء 6 ثواني من 24 ثانية الممنوحة. أحمد جمعة، حمزة محمد، ثانية واحدة من تحت السلة، وبالتالي هناك خطأ أيضا. شوف هذه الخبرة الكبيرة في مثل هذه اللحظات لمثل هؤلاء اللاعبين، وبالتالي يحصل هذا اللاعب حمزة محمد على فاور شوت من الممكن أن يعزز الرصيد من النقاط مع وصولنا إلى الوقت الصعب وإلى الوقت القاتل في مثل هذه المباريات. حمزة محمد فاور شوت ينجح أو لم ينجح، عذرا، فاور شوت في هذه اللحظات يبقى فارق النقطتين. حمزة يحاول ويحرز أيضا نقطة جديدة، يصبح رصيده 56 مقابل 52 نقطة. دقيقة ونص، 56 مقابل 52. محمد فيصل يعود، يمرر البحث عن الثلاثية، وأيضا كادت أن تكون الثلاثية. يعلم جيدا أن لا شيء ينفع غاز الشمال سوى الثلاثية وسوى هذا المرور والمحاولة والدفاع المميز من الفريق الأحمر الباحث عن إحراز نقطتين من تحت السلة. يحاول الآن أيوب صادق، ويحاول محمد فيصل، يحاول ميلانو، ولكن أيضا ضاعت وعدت على ميلانو. كان من الممكن أن يكون هناك أداء أفضل ونتيجة أفضل في اللقطة الماضية. 56 مقابل 52 نقطة، 56 مقابل 52 نقطة. وأعتقد الحيازي لمصلحة فريق غاز الشمال، أعتقد لمصلحة غاز الشمال في اللقطة الماضية. نعم لمصلحة الفريق الأحمر الطامح على إحراز النقاط في الرمق الأخير. محمد فيصل يمرر من تحت السلة، وأيضا نقطتين جديدة لمصلحة فريق نادي غاز الشمال عن طريق هذا اللاعب تغلب. يعود ويتألق من جديد، ويحصل أيضا على خطأ سامر تغلب. والتوجيهات الحاضرة من قبل المدرب حسين طلال. الأعصاب يعني حقيقة الأعصاب مشدودة بشكل كبير من قبل كلا المدربين في الوقت الصعب، في الوقت القاتل من تحت السلة. فاور شوت ينجح بنقطة جديدة، فارق النقطة الواحدة. لأول مرة يحضر هذا الفارق في هذه المباراة، لأول مرة يكون هذا الفارق حاضر. هذا اللاعب المميز من تحت السلة، وبالتالي يحاول من جديد غاز الشمال،
يبحث محمد عبد الجبار، يمرر باتجاه ميلانو، ميلانو يا ميلانو، محمد فيصل، تمريره إلى أيوب صادق، أيوب النفاذ والمرور من تحت السلة، وبالتالي لمصلحة فريق نادي غازي الشمال، والثلاثية حاضرة ولكن أيضا لم يستطع أن يسجل، لم يستطع التسجيل الثواني الأخيرة، وقد تكون هي اللحظة الفارقة في هذه المباراة. 8 ثواني لو سجل غازي الشمال لكان حقق الفوز في هذه المباراة. 56 مقابل 55 نقطة. مباراة مميزة. 56 مقابل 55 لعمال نينوى. 8 ثواني، وأيضا مع الحصول على فاول شوت قد ينهي الآمال أحمد جمعة، آمال الفريق الأحمر في هذه المباراة. أحمد جمعة على التصويب، أحمد جمعة على التصويب، وأيضا نقطة جديدة لمصلحة هذا اللاعب. 57 يبتعد الفارق أيضا إلى نقطتين، وبالتالي يبحث عن إضافة نقطة جديدة أخرى لحساب هذا اللاعب ولحساب فريق عمال نينوى الذي اجتهد في هذه المباراة. من جديد عدت ريباوند، ارتداد سريع من تحت السلة، محاولة من تحت السلة، وبالتالي خطأ لمصلحة فريق نادي غازي الشمال. ضاعت الفرصة الأخيرة والثانيتين الأخيرة والتايم أوت في هذه اللحظات. كان من الممكن في اللقطة الماضية أن تمرر إلى لاعب آخر، وبالتالي أعتقد المباراة حسمت. أعتقد أن المباراة قد حسمت في هذه اللحظات. 57 مقابل 55 نقطة لمصلحة عمال النينوى، وبالتالي يصل إلى فوز جديد في هذه البطولة. في هذا المشوار يوم أمس حقق نتيجة على حساب نفط الشمال 59 مقابل 55. اليوم حتى الآن هو يصل إلى النقطة 57 مقابل 55. ثانيتين صعبة جدا في عالم كرة السلة. الفرصة الأخيرة اللي ضاعت والعديد من السكور اللي فقدها غازي الشمال من تحت السلة، الاستعجال في التصويب، وبالتأكيد ضياع العديد من هذه الفرص وضع غازي الشمال في هذه النتيجة. عمال نينوى أجاد وأمتع وأبدع، وبالتالي يحصل على فوز ثاني في مشواره في هذه البطولة. هذا هو عبيدة سامي حكم المباراة. بعد هذه المواجهة سوف تكون هناك مواجهة أخرى ما بين سابيس والدفاع الجوي القادم الجديد نادي سابيس من محافظة أربيل من كردستان الحبيب، وبالتالي لمصلحة الفريق الأحمر. هل يسجل في الثواني الأخيرة؟ ولكن هذه صافرة الختام، وعمال نينوى يحرز 3 نقاط جديدة مباركة لعمال نينوى هذه النتيجة، وحظ أوفر لغازي الشمال في المباريات المقبلة. سادتي الأحبة، شكرا لحسن المتابعة. ألتقيكم بإذن الله تعالى في أقرب وقت ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.